حدك الفاشل حدك الفاشل. ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش. اللي داخل تخش عليا. الحق بس في المصيبه. انا اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه في البلوه اللي انا فيها؟ خيار. ده خيار؟ ده مش هيجي خير واصل. طب انطق طيب يا اخي، انا عندي السكر وحدي. سكر؟ يا ريت يجي لك السكر والضغط عشان انت اللي عملت فينا كده. عملت فيك انا كده؟ ايوه عملت فيك اياه عشان انت كنت مالك تقول له وتنصحني ابو بلاش كتر منه، ابو بلاش كتر منه، ويا ريت ما كترت منه، ويا ريت ما كترت منه. ابو بلاش كتر منه؟ ايوه. طب الناس كلها ما تكتر، ما ابو بلاش يعني. انت جبت يعني انت جبت اللي ما تجابش. طب ما هجيفك دماغنا في الاخر. طب يا ما تحكي لي قصتك انت جاي. احكي لك. ايوه. المشكله لا انا اتجوزت. طب انا عارفك اتجوزت اتجندلت يا اخي، يا ريتك كانت جوازتك زي الناس يا. ما المشكله انت ما تعرفوش اللي انا اتجوزت ببلاش، ما جبتش لا مهر ولا شبكه ولا حاجه خالص. ببلاش كيف يا عبد الظاهر؟ ببلاش. يعني انت دلوقتي انت مش كنت بتقول للناس على القهوه ده انا جايب 50 جرام وجايب لها شبكه مش عارف منين، كداب، وعامل لها فرع مش عارف في قاعه اسمها قاعه اطلنطي مش عارف فيها برا البلد خالص، وجايب وما تقول انا بدي 50,000 كان 60,000 تجيب كسوه وكذبت علينا خالص. حقك عليا، هي كذبه كذبه وجات فوق دماغي اللي خلفني. كذبه اللي جات فوق خلفني. وبعدين ان مرتي ما صدقت دلوقتي بقت تحكم فيا يمين وشمال. بس هي مشكلته في الحوار. هي اما تقول لي لحد دلوقتي عاوزه ثلاجه عاوزه غساله وانا مش حمل ده كله، فقعدتنا بره مش قادر اخش. انا دلوقتي مشكلتي معاك. تحل لي المشكله دي مع الجعروني كان العجروني. يا اخويا الواد ده غبي. انا لو كلمت كلمتين هاي ممكن يمسكني. انت عارف يعمل ايه؟ هو اللي مقويها. ده بيلعب في الجيم. هو اللي مقويها برضه. ياك مراتك زعلانه ولا قاعده معاه؟ لا ده البيت باسمها يا حاج. وكمان البيت باسمها؟ ما هي ما تعمل كده. اعمل ايه يا اخت قول؟ انا مش مكتوب عليا افرح يوم. ليه كده؟ ومش مكتوب عليا يا اخي افرح يوم، ومن ساعه ما شفتك يا عبد الظاهر وانا الدنيا ماشيه بظهرها. لما قال احمد شيبه الدنيا ماشيه بظهرها وحطت عليا، يا ساتر انت اللي حطيتها عليا يا عم. ليه كده؟ يا عم روح يا عم. بص مش شنيش البلاوي. روح توكل على الله. الواحد اللي فيه بكفيه. طب بص خد دي انا عارفك انت لما تيجي بالفلوس. خد لا يا ابو فلوس رتاح يا عم. توكل على الله. طيب انا احل لك الموضوع. هتحل ايه علي؟ مش مكتوب عليا انا افرح يوم من ساعه ما اتولدت. لا اله الا الله. من ساعه ما اتولدت انا ما شاف الناس اللي وشها عيب، ولا شفت يوم زي الناس، ولا شفت ناس حلوه، ولا شفت يا اخي الدنيا باظت بالسلامه. بالسلامه تعيش انت. طب مش انت اللي لما تنصح راح تتجوز ليه بلاش انت لو كنت جبت اللبره المخرومه مالكم مزعقوا ليا؟ حالتك احسن. جبنا في سيره القط جنوط. لو كنت جبت سيره الجنيه انت يا وش الفقر ده انت كان جه. صوتكم جايب الجبل الشرق وان. يا حاج مزعق. وقف معك الفرده ليه؟ اسمع عشان تعرف هو اللي مقويها. الراجل ده غلبان يا ده يقرف. اختك تعمل فيك كل ده؟ ده يقرف. مش عيب برضه؟ يقرف. وفي راجل مره تصرف عليها برضه. حسبي الله ونعم الوكيل. انا اللي ما اجيب لها تفاح كل يوم ومانجا وموز. يا اخي بص انت قعدتنا على الحديده يا اخي. ده جيب على الحديده. حاضر سكت تحت الحديده خالص. سكت. انت يا اخي دلوقتي احنا مش من ساعه ما خدها الراجل ده احنا مش قلنا انتوا فقراء وهم فقراء وخذوهم فقراء يغنيكم الله؟ مش قلنا الكلمتين دول؟ وهي يعني يا اخي مراته خدت مثلا 30 40 جنيه، اذا كانت 100 جنيه، اذا كانت 1000 جنيه من وراه وصرفت عليها يوم من الايام. طب قول له هو الكلام ده. وهي مش من فلوسه. لا مش من فلوس. يعني هي مراتك يعني هي اختك جايباها من عندكم؟ من هو ده؟ هي اختك جايبه فلوس من عندكم؟ لا مش جايبها من عندنا، الله اعلم جايبها منين انا. طب خلاص عادي من فلوس يعني هي سرقها؟ طب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. طب ماشي يعني هو مش عايز يريحها ما تخليها تغسل في الطرعه. لا يا اخويا بتغسل في البانيو وبعد كده جيب لها هات لها بانيو. يا حاج. اجيب لها منين طيب؟ هات لها بانيو. اجيب لها منين؟ اقول لها اجيب لك واحده بالتقسيط كده مستعمل عاوزه تجيب جديد وانا معيش حته الجديد. احنا عايزين واحده في الاوتوماتيك يا باشا 7 مراحل. يا اخي بص 20 مرحله. احنا بص اصل احنا في اخر بنعيش في اخر ساعات لينا. يعني مش هقول لك اخر ايام، ده اخر ساعات لينا. عشوم زي الناس عشان نتوكل على عشان نقابل ربنا نضاع. لا احنا لازم نقل في ادبنا. اسمع عشان تعرف هم اللي غاويين كيف. يلا يا اخي ما انت لازم تنقي يا اخي. انا قاعد كيف مش وانا انت في البلد دي مش قال لك نقي. مش قال لك الجوازه دي نقي. لا واحنا مالنا كرداش. مالنا احنا. ما انت كلامك واضح. مالنا. ما انت كلامك واضح. طب ماشي وريني كلامك واضح. احنا قلنا يا عم الحاج عيش الساعتين دول والله
روحوا بس من والله راح الفم والله احطك انت وهو فوق بعضيكم. لا يا عم انا مش عايزك تحط. انت عارف احنا لينا عندك ايه ولا انت ليك عندنا؟ انت عارف يا كرداش. اقول انت لك عندنا ولا احنا لك عندنا؟ اتوقع الله طيب زي بعض. هم شش منها تعمل ايه؟ يا اخي مش هعمل حاجه. ده طالب عليك يا حاج. قول له اختك زي بعض يا عم لما اقول لك اياه انا روت اختي وكنت عايز اصلحهم على بعض من فتره. اما الجحم علينا ليك ايه؟ طب ما انا جبتكم صوتكم جح عامل ايه؟ ما هو اللي جاي يقول لي مش عارف اخوها وانت بتقول له اخوها ومش اخوها. هي اخوها يا عم احنا عايزين نصلح مش عايزين نخرب. ماشي هنصلح. اي صلي على النبي. السلام. قلت مصلحه بس خلص. ماشي اقضي مصلحه. قضينا المصلحه. انا عن نفسي هروح اكبر اخته واكبر عقلها شويه عن كيه. بس قسما من بالله ياما زمان غسلنا في الترعه وفي الطرمبه وفي الدنيا قسماً كلها وفي بالله. المجاري. اشمعنى دلوقتي؟ قسما بالله انا ارجعها لك بس تعرف ما تزعلها تاني يا سقف تقطين في المجران. هنزلك الطرعه واطلعك وانزلك وسقف تقطين وش قدام الراجل ده. سامع؟ زي بعض اعتبرني انا بس واقف كده. انا مش هتكلم. ها؟ وعقل اختك بس زي بعض. انا هعجلها بس انا لما اقول لك قدامه ان زعلها تاني وجاي زعلانه هسقف تطين. يا اخويا احنا لو اختك فافي كنا قلت كلام غير الكلام اللي قلناه. انا مش انا اتكلم من بدري وساكت. قول لاختك الكلمتين الحلوين دول. قولها جوزك راجل غلبان وشغال باليوميه. هتسوي قله ادب ومش عايزينك واصل. انت مش عندنا حاجه. هي مش عايزاك كده لا يا ابوي بلاش عايزاه. انت دخلت في علم ربنا انت؟ ولا دخلت في نيتها؟ انا هقول لها حاضر ماشي. روح قول لها كلمتين دول خليها ترجع. ده انت لما صليت عشان الراجل ده قاعد في الشارع وهي واخده مفتاح البيت معاها. روح يبقى توكل على الله كده زي بعضه. ولو ما رجعتش هموت نفسي. يلا وحاسبي فيكم انتوا الاثنين. ما لقيتش غردات تقف معاه. يا ابويا يلا توكل على الله. وانت الثاني مش اي حاجه تمسك فيها وتزعلها. ما تصدقش حد يا اخي انت النوم بتاعك بتاخده عشاء. يعني بتاخد عشاك نوم. انت مصلحه كلمتين ورا غطاء. عيش ايامك وتوكل على الله. طب اعمل ايه؟ طب هي عاوزه غساله يا عم يا عم عندنا حياتي ما تمشي كده احسن من الجديد. وهي يعني راح فين مستعمل؟ انت ما هلتكش الجديد روح هات مستعمل. يلا قلنا جيب مستعمل. هي مش عايزه جديد. يا عم هات مالكش دعوه انت مش راجل بيت. طب يعني جيب. انت مش راجل بيت. طب اهم حاجه انت تروح لها. طيب حاضر روح. هتقدر تسيطر عليها؟ يا عم روح توكل على الله. خلاص انا هروح لها. هتروح لمتى؟ شويه كده. شويه حاضر. اوعى ما تروحش يا عم روح. امشي وما تبقاش مدلدل يا دين. حاضر ما تبقاش مدلدل شويه. احكم على مراتك شويه. روح غرفة دي يلا. اجيب لي طيب معايا. يا عم ما تجيبش حاجه. اقعد قدام البيت عقبال ما تيجي هي تفتح لك الباب. يلا هترن عليا؟ روح. طب خلاص السلام عليكم. بدأوا في شكلك يا اخي تعير يا اخي. فيها راحت فين الرجاله وراحت فين؟ الناس بقت دلوقتي النسوين حاكمه. سحبنا منكم بطايق ولا سحبين منكم البطايق النسويين؟ حتى النسويين بتحكم عليكم يا مدلدلين. جاتكم المرض ياخدكم لما تروحوا المستشفى الدمرداش ما تلاقوش دكاتره تعملوا سنه. تروحوا قطر تتعالجوا وتيجوا.